السلام عليكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. كنت في السوبر ماركت بجيب طلبات بيت وكده، فشفت اللي هو القسم بقى بتاع الأسماك وكده يعني، فلقيت سمك بولتي فليه شكله حلو، فجبت كيلو. الكيلو ب200 جنيه. أنا مش عارفة السعر بره بكام يعني، فأنا قلت بقى إيه أغير. بقالي فترة عايزة أكل سمك، والواحد يعمله لأن ساعات كنت بشتري من بره. تمام. فجبته، هو شكله كان حلو، ولقيته يعني يعني اللون بتاعه جميل فشدني، وكمان مش صدره مش لا مهري ولا حاجة يعني. نضفته وشلت الحاجات اللي كانت عليه، اي جلد او حاجة كده، هو نضيف وكويس، بس انا برضو يعني يكون في حاجة كده ولا كده. المهم شلت بقى الجزء دوت اللي هو ايه، اللي ميبقاش فيه شوك، وقسمته بالطريقة دي. طبعا في ناس يعني بيبقى بيقسموا السمكية نصين وخلاص يعني. انا لما بشوف في المحلات اللي بره، ناكل بره وكده يعني، في الطبيعي المحلات بيبقى عاملينها كف عريض يعني. تمام. آه، وقسمتها بالشكل زي ما انتم شايفينه، كأنها يعني بعملها نظام الستريبس. تمام. خدت بقى الجزء التاني اللي فيه الشوك، مش عارفة انتوا بتعملوا كده ولا لا يعني ب يعني بتفصصوا بقى الشوك ده ولا ايه؟ تمام. يعني بتشيلوا منه الشوك. وبالرغم ان انا برضو بشوف ناس يعني ايه بيحطوها بقى في الدقيق وهكذا وبيعملوها بالشوك. فانا مش عارفة يعني، انا حسيت ان انا عشان الولاد عندي مش بياكلوا لا حاجة لا فيها شوك ولا اي حاجة، بيقرفوا الواحد بمعنى صح عشان يجي ياكلوا السمك وكده يعني، عايزين كل حاجة تبقى سهلة. تمام. فانا قلت لا، على ايه يعني نيجي على نفسينا. وكنت بخرج الشوك كاني كنت بعمل عمليه تشريح يعني. الشوك بقى من السمك بطلعه، حاجه مش سهله يعني. تمام. بشفي زي اللحمه كده يعني بالظبط. فانا كنت بطلع الشوك طبعا ايه، اكيد يعني اتهرى جزء يعني فهعمل ايه يعني، الواحد بنضحي من اجل الاخرين يعني. مش عارفه انتوا بتعملوا زي كده، بتشيلوا الشوك ولا لا؟ اهو طلعت كمية معتبرة وفيها لحم السمك. يلا خلي القطط تنبسط بقى وتهيص. تمام. وبرضو هنا كان من الظهر كان برضو في يعني شوك كان عامل زي السنين. سبحان الله يعني شبهني كده باسنان القرش والعياذ بالله. كل ما ايدي تيجي تحت حاجة فكنت بطلعها. وادي الكمية بتاعت الشوك، كمية يعني معتبرة، ما فيها برضو اللحم. كان تابع على جنب. وجينا بقى ايه، نتبل السمك بتاعنا. تمام. التتبيلة بسيطة، حطيت بقى ايه، كزبرة ناشفة، على ملح، على فلفل، على توم باودر. تمام. على كمون، ده الكمون ده اساسي. وبعد كده عصر ليمونتين. تمام. بعد كده بنقلب بقى كل التوابل مع السمك كده. وطبعا كل ما باجي اقلب بلاقي ايه بقى، شوكة اروح مطلعاها، وهكذا يعني. فسبحان الله الواحد يعني عامل احساس ويعني للاخرين يعني، ان هو لو الشوكة جت تحت اسنانه ولا حاجة ما يتضايق. انا بقى لما كنت يعني وانا بقلب اساسا كنت بتضايق، شحال بقى اللي بيجي ياكلها. فانا طبيعتي برضو كده، لو عايزه اكل سمك ما احبش حاجه تضايقني، بالذات الشوك. قلبتها وركنتها على جنب. قلت اعمل بقى ايه اللي اسمه ايه ده، رز الصياديه، سهل جدا ومعروف. بصله تتحمر لحد ما تغمق جدا كانها تتحرق، احط الميه بالتوابل، نفس التوابل اللي انا حطيتها في السمك، حطيتها في الصياديه، رز الصياديه، وحطيت الرز بعد كده. تمام. وبتسوى عادي. نيجي هنا للتحمير بقى بعد ما الرز استوى. تمام. جيت التتبيله بتاعت السمك بتاخدش كتير. جيت هنا بقى ايه، جهزت الدقيق وحطيت عليه معلقتين نشا وايه وتوم باودر وفلفل اسود. تمام. وجهزت بقى الاساسي معانا الميه، غطسته يعني بدرته بالدقيق والنشا، حطيته في الميه. تمام. عشان يبقى كريسبي كده. وبعد كده من الميه حطيناه في زيت. تمام. زيت يكون مش غزير قوي يعني، يكون وسط. وكده كده السمك بيتحمر بسرعة ويستوي بسرعة. تمام. ده اول شط اللي هو يعني ايه المقلب يعني، لا بيسموه كده مقلب او شط، اللي هو يعني اول حاجة احنا حطيناها.
تمام، لان انا جربت حاجة تانية اللي انا وده شكل السمك. تمام، عملت بقى ايه، بدرته وحطيته في المية، وبعد كده من المية بدرته تاني، وبعد كده حطيته في المية، وبعد كده حطيته في الزيت. يعني متبدر مرتين ومعمول في المية مرتين عشان ياخد فوليوم ويبقى يعني ايه، ويبقى شكله حلو كده. تمام. ف وهو بياخد بقى شوية في السوا، يعني عشان طبعا واخد دقيق مرتين، فبياخد شوية طبعا زي ما انتم شايفين كده رز صيادية وطماطم مخللة يعني، وسلطة. حاجة بسيطة جدا، أكلة بسيطة ومش اقتصادية، أكلة معدية ال250 جنيه. ربنا يسترها معانا يا رب.